أنا إزاي أقدر أتحكم في غضبي؟ الإسلام بيعلمنا ما ننفعلش ونتحكم في ردود أفعالنا. يقول الله سبحانه وتعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، وفي الآخر فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. طيب أنا إزاي أقدر أتحكم في غضبي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه غضبه وإلا فليضطجع. يعني لو انت غضبان ما تقومش وتروح تتصرف بسرعة وانت بنفس الوضعية اللي انت كنت فيها، وما تتصرفش الا لما تهدى والغضب يروح منك. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ان الغضب من الشيطان، وان الشيطان خلق من نار، وانما تطفأ النار بالماء، فاذا غضب احدكم فليتوضأ. قوم اتوضأ. ديننا بيعلمنا التأني وعدم التسرع في ردود أفعالنا. حتى واحنا رايحين الصلاة بيدعونا للتأني، فيقول النبي: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فبالتبعية التأني برضو في ردة فعلك وانت غضبان. امشي على الخطوات دي وتدبر الأحاديث وحاول تطبقها، ولما تغضب افتكرها وشوف فرقت معاك ازاي في تحكمك في نفسك.